السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ودائما تشكركم على جميع التعليق ديالكم الزوينه والجميله، جزاكم الله خيرا. بغيت ربي يحن عليكم ويشفق عليكم ويعطيكم من ويطيب خاطركم، والله يخلي لكم وليداتكم ويعطيهم النجاح ويحفظهم من شر الخلق، والله يشافي جميع المرضى، والله يرحم جميع موتانا، والله يفتح عليكم ابواب الخير، والله يدخل عليكم هذه العيد هذا بالصحه والسلامه والرزق كتير. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الكيكه او واحد الطورطه من داك الشرفي، واحد الطورطه الاخوان راه شهوه منها ما تشبعوش منها، تتجي معلكه ساهله وسريعه واقتصاديه. وغادي نعطيكم السر تاع الجنواز تاع المخابز، الجنواز كيفاش يجيكم اسفنجي وتيتكلم. غادي نشوفوا بعدا القوام تاع هاد الكيكه هادي، عاد ندوزو تسمعوا يعني الصوت تاع الجنواز اللي تيصاوب هاد الجنواز هذا وتيعطي هاد الصوت هذا، يكتبوا لي في التعليق. وغادي نشارك معكم كريمه كيفاش تحضروا كريمه شونتي تنجح معكم، وغادي نشارك معكم هاد الكلاصاج هذا زوين. وبزاف ديال الناس تيلقاو مشكل مع هاد الشكلاط هذا، ملي تيديروه فوق الطورطه وفوق الحكيكه تيقصح ليهم. هاد الكاناش هذا راه زوين الاخوان، هذاك الكاناش غادي تاكلوه غير بوحدو، غير بوحدو غادي تاكلوه، تيجي لذيذ بزاف. وكيكه الاخوان راه عائليه ماشي صغيره، راه 25 سنتي في القطر ديالها وتتجي طالعه. هانتوما الاخوان سمعتوا الصوت تاع الجنواز، راه الصوت بان الجنواز راه ناجح 100%. ماشي غادي تشوفوا 5 د البيضات عاوتاني تخلعوا، ما تخافوش. 5 د البيضات، كاس عنبه تاع السكر، قريصه تاع الملح، خماره تاع 8 غرام او تاع 7 غرام، كاسوه نصف عنبه تاع الدقيق الحلويات يعني 150 غرام، و20 غرام تاع الشوكولا كاكاو من النوع الجيد. هادشي اللي غادي نحتاجو في هاد الجنواز هادي. بالنسبه لليمون اللي غادي نهضروا عليهم، غادي نهضر على هذا الكرانيت هذا الاخوان. واحد السيده قالت لي شريتو تصدى لي، هذا راه ما تيتصداش اختي، هذا راه غالي، هذا راه داير 70 درهم وفيه غير 20 سنتيم. ها هو شريته ب 30 درهم وفيه 25 سنتيم، يعني كبير. هذا هو اللي رخيص وتيتصدى. باش نكونوا فاهمين، راه ماشي بحال 200 درهم، ماشي بحال 50 درهم، راه فرق كبير بيناتهم. راه الناس القدام تيقول لك عند رخصو تخلي نصو. الحاجه المزيانه من الاحسن شري حاجه مزيانه وتهنى. هذا فرشت له الاخوان غير كاغيط. غادي نشعل بعدا الفران ديالي من الفوق ومن الاسفل لدرجه حراره 170 درجه، 170 180، خاص الفران يكون سخون. وغادي نحبس واحد شويه بما يسخن الفران ديالي، عاد ندير امارش، عاد نضربوا البيض. وبالنسبه لواحد الطريقه كي قالت لك واحد السيده، حاول بقى دير الخل باش يحيد لك الزفوريه تاع البيض. الزفوريه تاع البيض ما تيكونش فيها اختي، ما عمر الزفوريه تكون في البيض الا ضربنا البيض والسكر مزيان. هذه هي باش تعرفيها امتى تكون الزفوريه في البيض، الا ما طلعتوش البيض مزيان. شتي البيض ملي تخدم مزيان ما تخافوا والو. وثاني حاجه، ممكن لكم ديروا بيكربونات في اي وصفه حضرتوها، تتقتل التسممات وتتخلي الوصفه تتبقى مده اطول، ما تغمال ما حتى حاجه. خديت ديك الشكلاط وديك الخماره وداك الدقيق، غادي نخلطوهم مزيان وغادي ندوزوهم في واحد الغربال باش نحيدو دوك التكتلات تاع الدقيق. نتمنى ان شاء الله يكون كلشي واضح، واللي ما فهم شي حاجه يكتبوا لي في التعليق، واللي عندي شي سؤال يكتبوا لي في التعليق. وتنشكركم على المشاهده تاع براونيز. السيده اللي قالت لك راه البراونيز ما تيديروش فيه الخميره، سير اختي سولي الشيفان وشوفي القناه تاع الشيفان، وشوفوا واش تيديروا الخميره ولا لا. الا ما درناش الخميره في براونيز غادي يولي بحال البنوات تاع التراكتور. هادشي اللي كاين الاخوان. غربلوا الدقيق ديالكم وردوه لديك البانيو او الزلافه او فيما درتوه. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنا 3 د الحبه 5 د الحبات تاع البيض، عفوا مولف ندير معكم الجنوازات تاع 3 د البيضات، ولكن هذيك الجنوازات تاع 3 د البيضات راه تندير فيها الماء. داكشي علاش تنشارك معكم الجنواز الاقتصادي. حتى هذا هو الجنواز الرئيسي، هذا هو الجنواز الاصلي تاع المخابز. 5 ديال البيضات، 150 غرام تاع السكر، قريصه تاع الملح. غادي نضربهم بالفوي واحد شويه حتى تيتخلط السكر. عاد نخدمو الضرب الكهربائي. الا بغيتو ديروا جنواز عادي بدون شكلاط، ديروا البيض كما هو 5 د البيضات، وديروا الدقيق 166 غرام، وديروا السكر 166 غرام. الدقيق 166 غرام، السكر 166 غرام، والبيض 5 د البيضات، وخماره وحده.
هادشي اللي كاين الاخوان. الا ما بغيتوش الشكلاط غادي نضربو مزيان الاخوان، ضربو مزيان حتى تيضاعف الحجم ديالو ويتغير اللون ديالو. هانتوما شوفوا اللون تاع الخليط الاخوان، علاش غادي يكون الريحه تاع البيض في هذا الخليط هذا. عرفتي راه خدمتو مزيان حتى خرجوا عيني. عرفتي شنو هو خرجوا عيني؟ يعني راه طلع مزيان. شوفوا كيفاش تيجي خاطر الاخوان، تيجي خاطر ما تيسيحش بالسباتول. غادي ناخدو داك الدقيق تنديرو شويه شويه ونحركو شويه شويه ونحركو من الجوانب من الاسفل، ولكن غير بشويه، ما تسرعوش يديكم. راه ملي تشوفوني سريع هنايا راه غير الكاميرا تنسرعها باش ما نطولش عليكم الفيديو. عييت ما نقص، ومع ذلك الفيديو فيه 18 دقيقه غير باش تستافدوا بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال النصائح. راه الشرح والنصائح راه هي كلشي، هي المهمه في الفيديو. غير حركوا نتوما غير بشويه بشويه باش ما تهبطوش لاباري. خديت واحد السباتوله تاع البلاستيك غادي ندوز عليها ونشوفوا ياك ما كاينش باش نتاكد ان الدقيق راه نسجم. شوفوا الخليط تاع الجينواز، شوفوا الخليط، شوفوا كيفاش تيجي بحال الاستيك. خديت داك المول غادي نخويو الخليط ديالنا. الناس اللي غادي يقول لك واش ممكن نستعمل لاطه مستطيله اي مول عندكم، اي لاطه عندكم، اي لاطه ممكن لك تحضري من هذا الجينواز هذا. ملي تنشوفوا الخليط اذا عندي الحق نستعمل اي مول، ماشي ضروري يكون مثلث ولا دائري. غادي نديرها في اللاطه. الفران ديالي الاخوان راه سخون الاخوان 170 180. غادي ندخلها مباشره الفران شاعل من الفوق ومن الاسفل 170 180. ملي تطلع الكيكه ديالكم او الجينوز ديالكم وتبدا تتحمر، ممكن لكم تطفيو الفران من الفوق وخليوه لتحت شاعل وخليوها طيب على خاطرها. راه تقريبا الاخوان 25 دقيقه صافي الاخوان. الجينوازه ديالنا دابا هي موجوده كما تشوفوا. غادي نخليها تبرد واحد شويه. ملي غادي تبرد واحد شويه غادي تهبط غير واحد شي شويه. هذاك هو الجينواز. ضروري الجينواز يهبط الاخوان. هذه باش نقولها لكم، باش الناس تيقول لك انا خرج الجينواز هبطت ليا. الجينواز تيهبط غير واحد شويه. غادي نهز هاد الكاريطه مباشره. هذا هو اللي قلت لكم الاخوان المنطقه الصدا. هو هذا راه رخيص 30 درهم، ولكن هذاك راه ب 70 درهم لان هذاك كرانيت زوين. غادي نزول ليها الكاغيط وغادي نخليها مازال تبرد. غادي نزول ليها الكاغيط وغادي نخليها مازال تبرد وغادي ندوزو نحضروا الكريمه ديالنا. شوفوا الجينوازه كيفاش طالعه الاخوان. دابا صافي راه ما غادي تهبط ما والو. ديما الجينواز ديالكم خليوه يبرد مزيان. حنا في المخابز تنخليوه حتى الصباح عاد نخدموا به. الجينوازه راهي سفنجه الاخوان، راه بحال البونج تضغطي عليها ترجع لبلاصتها. هذيك هي الجينوازه الحقيقيه. غادي ندوزو الكريمه. عندي هنا واحد العلبه تاع كريم شونتي ديال 100 غرام وغادي ندير لها كاس ونصف علبه تاع الحليب. علاش درت كاس ونصف علبه تاع الحليب؟ باش تعطيني كريمه زايده باش نزوق الطورطه ديالي. الناس اللي باغيين يستعملوا كريمه تاع هولالا وتيتشكاو منها ما تطلعش لهم، ديما كريمه تاع هولالا ديروها في المجمد باش ما مكلاصيه مزيان. داك كريمه تاع هولالا راه دغيا طلع لكم. خاصها تكون جامده هي، يعني ملي تديرها في الكونجيلاتور تدير داك حبيبات شويه وتضربوها وتشوفوا الكريمه ديالكم في البلاصه طلع. خاصها تكون جامده هذيك، ماشي بحال هذه ما تنديرها في الكونجيلاتور ما تديرها في الثلاجه ما والو. تنجيبها من الحانوت عاديه، تندير ليها الحليب بارد او حليب عادي وطلع. و6 دقائق الاخوان غادي نضربوه راه دغيا يوجد معكم. 6 دقائق راه لا كريم ديالكم يوجد معكم وتعطيكم كريمه وافيه. غادي تعمروا بها الطورطه من الوسط وتعمروا وتزينوها من الفوق وتزينوا الجوانب ومازال يشيط لكم لا كريم. الله يجعل البركه. 100 غرام تاع بودر كريم شونتي وزين لينا الطورطه، راه الله يجعل البركه. دوبت واحد 50 غرام تاع الشكلاط، اي شكلاط عندكم، خليوه يبرد واحد شويه وخويو على هاد سميتو هاد الكريمه. انا بغيتها تكون بنينه. هادي الشكلاط هذا راه تيعطي واحد البنه من داك الشرفيه. بغيتو تستعملوا الشوكولا بودره استعملوها، ولكن من الاحسن استعملوا هذا لان داك الشكلاط بودر ملي تنضيفوه للكريمه بحال الا تيكلزها، بحال الا تينقص من الحجم ديالها. وحركوا غير بشويه من الجوانب من الفوق حتى تدخلوا فيها هذا الشكلاط هذا. ماشي ضروري تخلط مزيان، المهم غير ندخلوا فيه الشكلاط. وراه تيجي لذيذ الاخوان. هذا الكريم هذا بهذه الطريقه هذه جربوه وردوا عليا. الناس اللي تيسولوا على الشكلاط، اي شكلاط كالا او لانغوت نوار، هذا راه زوين فيه واحد البنه من داك الشرفي. هذا زوين الا بغيتو تخدموا به بقاو تخدموا به، راه موجود في الحواند. وكاين كالا. انا ماشي تندير اشهار، غير تنقول لكم انا باش تنخدم كل مره باش تنخدم. الجينوازه ديالي دابا راه بردات. غادي نزول ليها هذا الورق هذا كما تشوفوا
وسمحوا لي اخوتي الا كثرت عليكم الهضره، انا حيت ما يمكنش الفيديو خدام، خصني نبقى نشرح كل حاجه، كل لقطه خصني نشرحها. هانتوما شوفوا الجنوزه كيفاش دايره الاخوان، كلها تقيبات بحال الشهده. غادي نقسمها على جوج باش نزينوها، ولكن دائما كما تنقول لكم تبرد الجنوزه، ماشي غادي تخرجوها سخونه وتبقاو تقسموا بها. الشيء الا جيتو تقسموا الجنوزه ديالكم وهي باقا سخونه غادي تخسروها، غادي تعجنوا الداخل ديالها كلها. خليو الجنوزه ديالكم تبرد، كما تنقول لكم من الاحسن تبات. الشيء الا باتت الجنوزه تتقطعيها عاوتاني تتجي واعره من الداخل، ملي تتشوفي الداخل ديالها تلقاها مقطعه مزيان مقاده. تتبقاو تقطعوا حتى توصلوا نص تاع الجنوزه ودوروا، قطعوا توصلوا نص تاع الجنوزه ودوروا حتى تتساليوها. هانتوما شوفوا الاخوان الجنوزه كيفاش دايره، جنوزه واعره من داك الشر فيه. دابا غادي ندوزو الاخوان نزينوها. نتوما بغيتو تسقيوها قهوه سريعه الذوبان، ديروا شويه تاع الماء شويه تاع السكر او بلا السكر، سخنوه طيب داك القهوه وخليه يبرد مزيان. السيرو يبرد مزيان، بغيتو تسقيوها بالسيرو خاص ضروري يبرد مزيان، لان الا عملتو السيرو سخون غادي يذوب لكم لاكريم. هاي باش نكونوا فاهمين. انا غادي نسقيها غير بالحليب، غير بالحليب الاخوان غادي نسقيها. نتوما بغيتو ديروا كما قلت لكم داك السيرو تاع القهوه، ديروا السيرو تاع القهوه. هذيك القهوه الا بغيتو تصرعوها غادي ديروا واحد الملعقه كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان، واحد جوج كيسان او كاسونس علبه تاع الماء، وديروا واحد الملعقه صغيره تاع قرفه مطحونه، وطيبوهم واحد 3 دقائق وخليهم يبردوا مزيان. هذاك السيرو راه ما تشبعوش منه، ملي تاكلوا لي طرونش او تاكلوا الحلوى تتشموا ديك ريحه القرفه وديك ريحه القهوه. غادي نديرو لاكريم الكميه اللي تكفينا، ما نكثروش لاكريم، وغادي نسرحوه فسميتو في الجنوزه. واخا يعني تخوى لكم لاكريم يخرج لكم لاكريم من الجنب ماشي مشكل، لان مازال غادي نزينوها، مازال غادي نديرو ليها لاكريم من الجنب. نتمنى ان شاء الله تفهموني. يمكن لكم نتوما ديروا لاكريم بلا بوش اللي حبيتو. هانتوما غادي تشوفوا غادي نعمرها من الوسط وغادي نقدها من الفوق بلاكريم وغادي نزينها من الجوانب، وغادي تشيط ليا مازال زلافه تاع لاكريم. هذاك لاكريم الا شاط لكم ديروه لاكلاص، ديروه بشي علبه تاع البلاستيك او كيسان صغار اللي كيتباعوا 10 ريال ودخلوهم الكونجيراتور. ملي تكلاصاو عطيوهم لوليداتكم، يعني حتى حاجه ما تضيع. خديت داك الطرف الثاني، الا كانت هاد البلاصه هادي طالعه شويه قادوها بالموس بهاد الطريقه هادي، لان كاين اللي غادي تكون عنده جينوازه طالعه من الفوق، يعني تدير ديك البواقات. راه الجينواز تيدير بعض المرات بحال هكا. حنا في المخابز تنحيدو بالموس، يعني تنقادوه ونعاودو نسقيوها بنفس الطريقه ونديرو عليها لاكريم. واللي ما فهم شي حاجه الاخوان يكتبوا لي في التعليق، تناخدو داك لاكريم واحد الكميه اللي غادي تكفيني وغادي نسرحو عليها لاكريم. وغادي نعطيكم واحد الكاناش زوين الاخوان، راه ديجا شاركتو معكم هذاك الكاناش في البراونيز، وغادي نعطيكم هذا الكاناش هذا، وغادي نزيد نقص الحليب، يعني غادي نقص الكريمه السائله اللي عملت. نتوما غير تبعوا الفيديو وغادي تشوفوا كلشي بالفيديو، وغادي نوضح لكم هذاك الكاناش الاخوان راه يصلح لجميع الطورطات، يصلح لي طرونش، يصلح لي كيك اللي بغيتو، تيجي زوين وتيجي بنين. وحتى ملي تتقطعوا لي طرونش ديالكم ما تتقصحش الشكلاط، لان بزاف ديال الناس يلقاو المشكل مع داك الشكلاط. ملي تيذوبوا الشكلاط وتيزينوا به، ملي تيجيو يقطعوه تيبقى يتهرس. هاد لاكريم هذا اللي جاي اللي خارج من الجوانب قادوه بالسباتول، دوزو عليه السباتول زولو. خديت داك لابوش عمرته بلاكريم اللي عندي، وغادي ندير وريضات كيما هكا وحده حدا اختها، وحده حدا اختها. ديجا شاركت معكم هاد القضيه هادي، ولكن غادي تستعملوا لادوي مسنن. هاد الادويات مسنن راه موجودين الاخوان، راه تيديروا غير 3 دراهم رخاص. هادو خص يكون عندكم هاد الادويات هادو، يكون عندكم في الدار. راه كاينه باكيه تتباع فيها اشكال وانواع. الا كانت شي بلاصه يعني ما مسدوداش سدوها. غادي ندخلها للمجمد الاخوان واحد 20-25 دقيقه، راه دغيا. الغرض ديالنا غير تبرد واحد شويه، يعني الطوطه راه ماشي غادي نبيتوها في الثلاجه ولا سميتو، لا غادي نديرها غير 25 دقيقه. بما نوجد الكاناش ديال الكاناش غادي انا نعبر معكم في الميزان قدامكم، وغادي تشوفوا الكاناش كيفاش غادي يخرج. غادي نحيد بعدا الطاره تاع هاد الكاسرونه هادي. غادي ندير 50 غرام تاع كريمه هولالا. البارح كنت داير معكم 100 غرام في 100 غرام تاع الشكلاط.
اليوم غادي ندير غير 50 غرام، لان غادي تشيط ليا راه 50 غرام وغادي تشيط ليا مازال 50 غرام تاع سميتو، وغادي ندير عليها 100 غرام تاع الشكلاط، اي شكلاط كحل عندكم، الشكلاط كالا او داك الشكلاط لانغوت نوار او اي شكلاط عندكم. ممكن تستعملوا حتى الشكلاط تاع كرواسا، شتي الشكلاط كرواسا باطوني ممكن لكم. يعني 150 غرام ما بين الشكلاط والحليبي، 50 غرام تاع كريمه هلاله و100 غرام تاع الشكلاط. حركته تذاب كما تشوفوا، وغادي نخليه يبرد واحد شويه. هانتوما شوفوا كيفاش تيجي، راه باقي سخونه الاخوان، شوفوا كيفاش تيجي معلك الاخوان، ما تشبعوش منه. شتي هذا الكاناش هذا غادي تاكلوه بوحدو. غادي نخليها الاخوان يبرد واحد شويه. ممكن لكم ديروه سخون الا كانت الطورطه مكلاصيه مزيان، نديروه سخون ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الطورطه غير 25 دقيقه غادي نخليه يبرد شويه. دابا راه برد شويه، غادي نعاود نحركو من جديد وغادي نخوي على الطورطه ديالنا. هاد الكاناش هذا راه ما تيقصحش الاخوان، تيشد فيها، وملي تنقطعوه تيجي رطب لين بحال شنقول لكم زوين بزاف. جربوه وردوا عليا. تنهزو الطورطه ديالنا تنميلوها باش داك الكاناش كله يعني يسيح فوق الطورطه صافي. بغيتو تدخلوها الثلاجه 5 دقائق راه دغيا تيبرد، دغيا تيجمد، دغيا تيشد فيها. دخلوها نتوما. دابا غادي ندوزو نزينوها من الجناب. من بعد ما بردت الاخوان تقريبا 2 دقائق، دخلتها غير الثلاجه 2 دقائق ما كاملاش. غادي ناخذوا لاكريم. هانتوما لاكريم باقي عندي هنا الزلافه تاع لاكريم. غناخذوا السباتول وغادي نديروا لها لاكريم من الجنب. نتوما شدوا الطورطه بيديكم، ديروها في يديكم وبقاو ديروا لاكريم، بقاو ديروا ليها لاكريم بالسباتول. شدوا الطورطه بيديكم، هزوا الطورطه وديروها في يديكم وبقاو ديروا لاكريم بالسباتول كما هكا حتى تتساليوها كامله. وغادي توجدوا كاوكاو محمر مهرمش يكون مغربل، او اللوز محمر مهرمش يكون مغربل، او اللوز يفيد اللي حبيتو. انا غادي ندير غير كاوكاو محمر مهرمش ومغربل. علاش غربلتو؟ باش نزول داك الدقيق اللي فيه، باش يعطيني الديكور في الطورطه او في الكيكه. وتنهزها في يديا وتنهز بكاوكاو بديك اليد الاخرى وتنبقى ندور حتى تنسالي التزيين ديالها. راه كلشي واضح الاخوان، كلشي سهل، وانتم بشويه عليكم وما تجربوش وركزوا وتحضروا الطورطه لوليداتكم وفرحوهم. راه الطورطه كبيره 25 سنتيم وما شاء الله راه تشبعوا منها، ما تشبعوش منها، زوينه بزاف وتشبع. ديروا لها واحد التزيين، يعني خذوا واحد السيجار تاع درهم، راه تيدير غير درهم، وديروا لي واحد التزيين هذا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطورطه هذه، وقولوا لي الاراء ديالكم، وتنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المساعده ديالكم. جزاكم الله خيرا. بغيت ربي يحن عليكم ويشفق عليكم. بسلام عليكم الاخوان، الى الفيديو القادم ان شاء الله.